بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في الله مع هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي من القلب، والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله برنامجا نافعا عامرا بذكره نافعا لعباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل أيام قليلة سمع المسلمون وقرأوا في وسائل الإعلام المختلفة أمرا عظيما، أمرا قد أرق مضاجع واحزننا كثيرا، كان بمثابة قنبلة انفجرت في قلب كل مسلم ومسلمة. ذلك عندما تعرض أحد الأشقياء أتباع إبليس عندما أوه بزندقة وتطاول على مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصراع أيها الأحباب الكرام، قبل أن نبدأ في محاور هذا اللقاء كمدخل لموضوع هذه الليلة، أقول لا بد أن نفهم قضية وأن نستوعبها جيدا، ألا وهي أن الصراع بين الحق والباطل قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذه سنة الله تبارك وتعالى، سنة كونية، سنة المدافعة، مدافعة الحق للباطل والباطل للحق، ليميز الله الخبيث من الطيب وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فمثل هذه الأمور لا شك أنها مؤلمة، ولا نرضاها ولا نحبها ولا نود سماعها ولا نود وقوعها، ولكنها تقع بتقدير العزيز العليم الحكيم الخبير القدير سبحانه وتعالى، لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى ليميز الله الخبيث من الطيب. عنوان هذه الحلقة الانتصار للنبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله على آله الأطهار وأصحابه الأبرار الأخيار وسلم تسليما كثيرا. لن أتكلم في هذا اللقاء أحبتي في الله عن هذا المتكلم، لا يعنينا شخصه، لا يعنينا، وننزه هذا المقام وننزه أسماعكم أحبتي في الله من أن نذكر مثل هذا الرويبضة الزنديق وأمثاله، إنما نريد أن نقف وقفات موجزة، لأن الوقت لا يسع، وإلا حق مقام النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرد له حلقات وحلقات، وهذا الذي نسير عليه في هذا البرنامج. كل موضوع نطرقه وإن كان في شيء من الاختلاف والتنوع، إلا أننا ندور في هذه البوتقة وندور في هذا الفلك المبارك، ألا وهو في بيان سنته صلى الله عليه وسلم ليتأسى بها المسلم في جميع جوانب حياته. أقول لن أتكلم عن شخصية هذا الزنديق المتكلم، إنما سنتكلم عن أمور مهمة، عن محاور أربعة محاور سنتكلم عنها في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل، تبين كيف يكون الانتصار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ معكم أحبتي في الله في هذا المحور الأول في الانتصار للنبي المختار صلى الله عليه وآله الأطهار وأصحابه الأخيار الأبرار وسلم تسليما كثيرا، في بيان فضائله صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الذي سنذكره في المحور الأخير عندما نتكلم عن واجبنا تجاهه صلى الله عليه وسلم، وماذا نفعل وماذا نصنع وكيف نتصرف في مثل هذه المحن ومثل هذه الظروف العصيبة. سنذكر ذلك في المحور الأخير بإذن الله عز وجل، وسنذكر من ضمن هذه الواجبات
أننا نذكر فضائله لنقلب الطاولة رأسا على عقب، ولنقلب الأمر رأسا على عقب، وكما يقال لينقلب السحر على الساحر ولينقلب الباطل على المبطل. هم أرادوا أن ينتقصوا من قدره، فلنبين فضله ومكانته ونجعل مثل هذه الظروف مناسبة لبيان فضائله صلوات ربي وسلامه عليه، ليكون الأمر على نقيض ما أراد هؤلاء الزنادقة. لذلك سأبدأ بهذا المحور الأول المهم في بيان فضائله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول الإنسان عن فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هو صاحب المقام المحمود، وصاحب الحوض المورود، وصاحب الشفاعة العظمى، وصاحب الوسيلة، درجة عالية في الجنة لا تكون إلا لواحد وهو عليه الصلاة والسلام. زكاه ربه في آيات كثيرة من القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم لعلى خلق عظيم. فهل يحتاج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى تزكية مخلوق بعد أن زكاه الخالق سبحانه وتعالى؟ لا يحتاج نبينا صلى الله عليه وسلم، قد زكاه ربه في كتابه الخالد صلوات ربي وسلامه عليه. هو معلم الدنيا الأخلاق، هو أستاذ الدنيا في الأخلاق والفضائل صلى الله عليه وسلم. وأخلاقه كانت واقعا عمليا ممارسا يمارسه مع أحبابه، مع أعدائه، مع أصدقائه، مع من حاربه، يعاملهم بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. كما تقول الصديقة رضي الله تعالى عنها عائشة أمنا، قالت: كان خلقه القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى كذلك في بيان فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وآله وسلم. أرسله الله ومن الله به على عباده، فزكاهم وطهرهم وأرشدهم ودعاهم إلى الله، وأخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد والإيمان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كذلك من فضائله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله وملائكته يصلون عليه. وأحسن ما قيل في صلاة الله تبارك في معنى صلاة الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ثناء الله على نبيه في الملأ الأعلى، أن الله تبارك وتعالى العظيم الجليل الكبير، إله الأولين والآخرين، جبار السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، سبحانه وبحمده يصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى الله وسلم عليه وبارك ما تعاقب الليل والنهار، وصلى الله وسلم عليه وبارك ما بقي الليل والنهار صلوات ربي وسلامه عليه. الصلاة والسلام عليه عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى، سبب لانشراح الصدر، سبب للهداية،
سبب لكل خير أن يصلي الإنسان على نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن من سوء الأدب ما يقوله بعض المسلمين عندما يستعجل في الكلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. أي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي قل صلى الله عليه وآله وسلم، قل صلى الله عليه وسلم، قل عليه الصلاة والسلام، قل صلوات ربي وسلامه عليه. وش معجلك؟ فإنك إن صليت عليه مرة واحدة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك بها 10. الله أكبر. رواه مسلم. صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فلذلك لا تستعجل، وإذا غلبت فاستعجلت لظرف ما فعود نفسك أن تعيد وأن تصلي عليه صلاة طيبة، يعني بتأودة وبتفكر وتدبر صلى الله عليه وسلم. والأقبح من ذلك عندما يترك القائل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا حقيقة مما يحزن الإنسان. يعني أنا شخصيا يحزنني كثيرا وأشعر بشيء من النرفزة عندما أجد أو أرى أو أسمع شخصا يذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا للأسف حتى يقع من بعض إخواننا ومن بعض الدعاة. وقد سمعت هذا يقول في درس معين الرسول ويسكت، وجاء الرسول ودخل الرسول وجلس النبي. يا أخي قل صلى الله عليه وسلم، قل صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلنا بإذن الله عز وجل إن كان في العمر بقية أن نفرد حلقة مستقلة من برنامجكم من القلب في صيغ وفضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أيها المسلم أخي الحبيب أخيه، لا تبخل على نفسك ولا تبخلي على نفسك، فهذا هو البخيل من ذكر عنده الحبيب صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. الله أكبر. والله لإنها لإحدى الكبر أن يذكر عندك النبي صلى الله عليه وسلم أو أن تذكره صلوات ربي وسلامه عليه ولا تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يصلي عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أظن معنا اتصال. نعم الاتصال سريع اليوم. يلا تفضل واسطة هذا. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يجزاك خير وإن شاء الله ميزان حسنات. آمين. عندي مداخلة إن شاء الله بأقل من دقيقة شيخ الفاضل، إن شاء الله تكون يعني مفيدة ولك تعليق وجزاك الله خير. سم طال. أول شيء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابتدي وأقول أدرى منك يا رسول الله، فقد كثرت التقنيات وتدمرت العقليات وضاعت المسؤوليات وخفت الرقابات من قبل يعني الحكومة ومؤسساتها المختلفة، حتى سلوكيات المجتمع والأهل أصبحت الحرية اللامحدودة شعار للذين يتصدقون ويتكلمون معتبرين ان ذلك شجاعة، لا إرادة ولا يعني بداية شيء جديد من عندهم. أستاذ الفاضل، أولا شيخ الفاضل، يمكن الحرية الزايدة هي اللي يمكن لها دور بهذا، لكن أنا أعيد شيخ الفاضل أنه يسن قانون كل من يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السب أو غير ذلك يكون له جزاء رادع. عندنا شيخ الفاضل الكافرين لما يتطاولون تلقى الأمة كلها تهب لنجدة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما يكون الأنذال منا والزناديق منا ومن جلدتنا هذه مشكلة صراحة. يتوقف الجميع. ما أبي أطول، أترك الفرصة لغيري. جزاك الله خير يا شيخ الفاضل، وأسأل ميزان حسناتكم. آمين. ويجعل الله إن شاء الله رسولنا شفيعا لي ولكل من يشاهد ويسمع، ولإخواننا الكنترولات والمشاهدين والمراسيل. والسلام عليكم شيخ الفاضل. آمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا حقيقة أحيي أخي عبد الرحمن العميري جزاه الله خير
على هذه المداخلة الهادئة الهادفة الواضحة، والتزامي كذلك وعلى التزامه بالوقت المداخلة. فأنا حقيقة أرحب بجميع المداخلات إذا كانت بهذه، وهي كذلك إن شاء الله تعالى، إلا يعني بعض الشواذ ولا عبرة بمن شذ كما يقال. طيب، نرجع مرة أخرى إلى هذا المحور الأول، وهو بيان فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله أكبر. انظر لهذه الفضيلة العظيمة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، أن الله تبارك وتعالى قرن طاعته صلى الله عليه وسلم بطاعة الله تبارك وتعالى. قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يلزم من ذلك كما قال أهل العلم من مفهوم المخالفة كما عند الأصوليين أن الذي يعصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر ذلك معصية لله سبحانه وتعالى. هو خليل الله، هو حبيب الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا في محور آخر كيف أن الله تبارك وتعالى انتصر لنبيه صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال؟ نرجو أن تكون اتصالات يعني. تفضل. حياها الله. تفضل يا أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ نواف، فيك بارك. وحفظكم الله وجزاكم الخير عن الأمة الإسلامية. آمين. شيخي، أنا يعني أقترح على الإخوان المشايخ شرواكم يعني يبينون الشبه عند أهل البدع وأهل الزيغ. يظهر أن أهل البدع ما عندهم تسليم للدين، يعني أي شبهة يدخل أو أي يعني معلومة في الدين يدخلون العقل والأمور هذه. فيا ريت يعني الأمور اللي عندهم يعني فيها شبهة يوضحونها يعني مشايخ أهل السنة والجماعة. مثلا الأرض اللي تنازعت فاطمة رضي الله عنها مع أبو بكر، يعني يبينون يعني الحكم فيها. نعم. واللي ما يستوعب عاد هذا كيفه. نعم. وقضية أنا أستحي من رجل يعني تستحي من الملائكة، يعني الأمور يعني اللي صار يعني يقول كيف النبي عليه الصلاة والسلام يستحي من رجل، يعني شو ما عندهم تسليم للدين ولا عندهم تسليم يعني للإسلام الأمور هذه. يا ليت يعني الشيخ يعني أبشر. اي والله جزاك الله خير. بارك الله. حاضر طول العمر. يا هلا مرحبا. من فضائله صلوات ربي وسلامه عليه كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ولا فخر يعني لا أقول ذلك مباهاة وادعاء أجوف، إنما أقول ذلك حمدا وشكرا لله تبارك وتعالى واعترافا بنعم الله تبارك وتعالى عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. وهذا الحديث حقيقة ما سيجري في عرصات يوم القيامة وفي مواقف يوم القيامة تفسر هذا الحديث. يعني مثلا سأذكر موقفا واحدا، كيف أنه صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه، عندما يبعث الله تبارك وتعالى الخلائق من قبورهم حفاة عراة غرلا بهما يحشرون في عرصات يوم القيامة، ويدني الله تبارك وتعالى الشمس من رؤوسهم قدر ميل، فيكونون في عرقهم كما جاء وصف ذلك في الأحاديث الصحيحة. فيذهب الناس إلى الآن، هو لم يقع شيء، هو فقط يعني أدنى الله الشمس من رؤوسهم قدر ميل، وقد جيء بعرش الجبار تبارك وتعالى، واستوى ربنا على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وطوقت الملائكة الناس في أرض المحشر فلا مفر من الله إلا إليه، ويكون 7 أصناف في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، فقط إلى الآن لم يقع شيء. ولكن الناس في عرصات القيامة في موقف القيامة يكونون في حر شديد، لأن الشمس من رؤوسهم قدر ميل. ماذا يقولون؟ يقولون نذهب إلى آدم عليه السلام، هو أبونا أبو البشر،
وهو أول الأنبياء خلقه الله عز وجل بيديه، فيشفع لنا إلى ربنا فقط ليقيم ربنا الحساب. يعتقدون ويظنون أن ما سيلاقونه بعد ذلك أهون مما هم فيه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم في ذلك اليوم العظيم من السعداء، وأن لا يجعلنا فيه من الأشقياء، وأن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فيذهبون إلى الله تبارك وتعالى، إلى آدم، يقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلق يدي وأسجد لك ملائكته، علمك أسماء كل شيء، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، نفسي نفسي، ويذكر خطيئته عليه السلام. اذهبوا إلى نوح أول الرسل، يأتون إلى نوح، يا نوح أنت أول الرسل، حتى نختصر الكلام، اشفع لنا يا رب إلى ربك، يقول نفسي نفسي، ويذكر دعوته على قومه، يقول اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إلى إبراهيم، إلى أبي الأنبياء عليه السلام، فيقول أنت يا إبراهيم يعني أنت خليل الله عز وجل ولك ما لك، يثنون عليه، ثم ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك، يقول نفسي نفسي، ويذكر كذباته ويذكر كذباته الثلاث التي كذبها في جنب الله تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام، ثم يقول نفسي نفسي. اذهبوا إلى موسى، يأتون إلى موسى عليه الصلاة والسلام، يا موسى أنت كليم الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا يا رب إلى ربك، يقول نفسي نفسي. اذهبوا إلى عيسى، فيأتون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، يقولون له أيضا اشفع لنا إلى ربك، فيقول نفسي نفسي. اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت خاتم الأنبياء والمرسلين، أنت الذي قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها، فيأتي ويسجد عند العرش، فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتحه عليه قبل ذلك، ثم يقول الجبار له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف أن يحاسبوا، فيشفعه الله تبارك وتعالى، فتوضع الموازين. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه جميع الخلائق، الذي ذكره الله عز وجل في سورة الإسراء ومن الليل فاسجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود الذي يظهر فضله على جميع الخلائق بمن فيهم أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن مقامه عالي صلى الله عليه وآله وسلم، وفضله عظيم عند ربه صلى الله عليه وآله وسلم. هو سيد ولد آدم، هو خير من وطئت قدمه الثرى صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال هو عن نفسه وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. قال في غزوة حنين عندما وقع اضطراب في بداية المعركة كما هو معلوم للكمين الذي وضعته ثقيف وهوازن، فاضطرب الجيش، فقال عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يعني إذا أردتموها مفاضلة سماوية فأنا النبي لا كذب صلى الله عليه وسلم، وإذا أردتموها يا أعدائي مفاضلة دنيوية في ميزان البشر فأنا ابن عبد المطلب. ومن عبد المطلب؟ سيد البطحاء، سيد العرب بلا منازع صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا حقيقة كما أسلفت أحبتي في الله، يعني بعض النصوص من الكتاب والسنة التي تبين فضائله، وإلا فضائله صلى الله عليه وسلم متعذر أن يحيط بها الإنسان في ساعة أو ساعة ونصف أو 10 ساعات أو 10 شهور أو سنوات أو مجلد أو مستحيل. تتكلم عن من؟ عن صفوة الصفوة صلى الله عليه وسلم، عن خليل الله تبارك وتعالى، عن الذي
عن الذي لم يناديه ربه تبارك وتعالى إكراما له في كتابه الكريم. لم يناديه ربه تبارك وتعالى باسمه المجرد، ونهانا أن نناديه باسمه المجرد صلوات ربي وسلامه عليه، إنما ناداه ربه تبارك وتعالى بمقامات العبودية. فنقرأ في القرآن الكريم: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، لكن ما تجد يا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن تجد يا إبراهيم، يا موسى، يا هود، يا لوط يا آدم عليهم الصلاة والسلام، لكن ما تجد يا محمد. لا تقل لي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هذا إخبار عن حاله. أنا أتكلم عن النداء من إكرام الله لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أنه يناديه بمقامات العبودية، وهذا أشرف المقام وأفضله، أن يكون الإنسان عبدا لله تبارك وتعالى. لذلك أقول لو تأملنا في نصوص الكتاب والسنة سنجد النصوص الكثيرة والكثيرة جدا التي تبين فضائله وتبين قدره وتبين مكانته صلى الله عليه وسلم. يعني من أوضح هذه الأمور وأشهرها التي لا تخفى على كل عاقل أن الله تبارك وتعالى قرن اسمه باسمه صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان في 5 مرات في اليوم والليلة، ينادى باسمه صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها، يصدح المؤذنون: أشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. يقول هذا بعد شهادته بالله تبارك وتعالى بالوحدانية. ولذلك نص أهل العلم أنه لا يقبل، نص بعضهم وإن كان مسألة خلافية، أنه لا يقبل من الإنسان إسلامه، لا يقبل إسلامه حتى يشهد بالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو قال الإنسان كافر قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقل وأشهد أن محمدا رسول الله، هل أسلم أو لم يسلم؟ محل خلاف عند أهل العلم. إلى هذه الدرجة ابن قال ما يقبل، وهذا هو الظاهر، لأن ظاهر النصوص دلت على هذا، أن يشهد لله بالوحدانية سبحانه وتعالى والإفراد بالعبادة، ثم أن يثني بالشهادة بالرسالة لنبيه صلى الله عليه وسلم. ففضائله كثيرة صلوات ربي وسلامه عليه، ومناقبه أكثر وأكثر صلى الله عليه وسلم. حياته كلها مباركة، كلامه كله مبارك، دعوته كلها مباركة صلى الله عليه وآله وسلم. معنا فاصل أحبتي في الله، تابعونا بعده لنكمل وإياكم محاور هذا اللقاء في الانتصار للنبي المختار صلى الله على آله الأطهار وصحبه الأبرار الأخيار وسلم تسليما كثيرا، فتابعونا. من القلب نحييكم نوحد صف أمتنا. مرحبا بكم أحبتي في الله، عدنا وإياكم مرة أخرى بعد الفاصل ومع برنامجكم من القلب، ولا يزال الكلام متواصلا معكم أحبتي في الله حول موضوع هذه الحلقة المعنون بالانتصار للنبي المختار صلى الله عليه وآله الأطهار وأصحابه الأبرار الأخيار وسلم تسليما كثيرا. وذكرنا المحور الأول قبل الفاصل، وهو ذكر بعض فضائله صلوات ربي وسلامه عليه. قبل حقيقة نأتي المحور الثاني، فقط تعليق على الاتصالين الماضيين من الأخوين الكريمين. الأخ عبد الرحمن العميري يسأل مختصر أو موجز كلامه وفقه الله، يتمنى وكلنا نتمنى أن يكون هناك قانون جزائي أو قانون أو عقوبة لردع كل من تسول له نفسه المريضة أن يتطاول على مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وسنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى كذلك في المحور الثالث بإذن الله عز وجل حكم من سب
وشتم أو انتقص من مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القضية يعني مجمع عليها وقضية واضحة. سنذكر إن شاء الله تعالى ذلك في ثنايا الكلام. أما يعني اتصال أخينا أبي خالد أيضا من الكويت وفقه الله، وهو يعني يتمنى أن يكون هناك برامج متخصصة حسب ما فهمت من كلامه للرد على الشبهة. أقول بحمد الله عز وجل هذا موجود، وأنا حقيقة يعني أوافق على الواقع الحال الذي نحن فيه، وإن كنا نطلب المزيد لا شك، لكن كون هناك بعض القنوات وفقها الله وسددها الله وأيدها الله ونصرها الله، ولا بد أن نكون يعني لها داعمين ولها داعين أن يوفقها الله تبارك وتعالى، يعني على رأسها قناة صفا وقناة وصال، وأظن أيضا قناة بيان الآن، وغيرها من القنوات الزميلة والصديقة، والتي حقيقة يعني انبرت للتصدي لهؤلاء المبتدعة الضلال سبابة الصحابة، فكشفوهم بفضل الله عز وجل وأسقطوا أقنعتهم وعروهم أمام الملأ، وبحمد الله عز وجل يعني كما سمعت بعض المتخصصين أن هذه القنوات تعتبر من القنوات المتقدمة جدا في المشاهدة، ولها إقبال سواء في يعني دول الخليج أو الدول العربية، وقد أثرت تأثيرا كبيرا بفضل الله عز وجل في يعني هذا المجال. فيعني تبقى بقية القنوات الأخرى، لا يعني هذا أننا لا تكون هناك برامج، وقد وقع تحديدا في برنامج من القلب قد وقع بعض الحلقات يعني كما قلت اضطرارا أننا رددنا بفضل الله عز وجل مع الضيوف الكرام، سواء شيخنا الشيخ عثمان يعني رده الله وشاف الله أخاه وجميع المسلمين، أو مع كذلك أخينا الشيخ محمد داهوم عندما كان الرد على هذا الجاهل عدنان إبراهيم وغيره. فأقول هو موجود، لكن قد لا يكون هو السياسة المتبعة أو الهدف الأساسي والرئيس في هذا البرنامج من القلب. فلذلك يعني أقول بفضل الله عز وجل الأمر موجود والردود موجودة لمن أراد الحق والبيان. معنا اتصال ممن؟ نعم الأخت راسيل، تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتصر لنبيه صلى الله عليه وسلم، آمين، وأن يجعلنا ممن يدافعون عنه صلى الله عليه وسلم بأرواحهم وأنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون. طبعا بالنسبة لما يحدث من كثرة الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا أرى أنه من الأسباب التي جعلت أمثال هؤلاء انجراف العقول والنفوس يتجرؤون ويسيئون للنبي صلى الله عليه وسلم هو تخاذلنا نحن عن نصرته صلى الله عليه وسلم. وأعظم وسيلة نستطيع أن ننصره صلى الله عليه وسلم هو أن نعود إلى الكتاب والسنة، حتى لا نجعل لأهل الفتن والشر مدخلا بيننا. طبعا كثرة الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم أجمعين دليل على النجاح، فالناجح دائما محارب وله حساد، ولا يرمى بالحجر إلا الشجرة المثمرة. في النهاية أسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في برنامج من القلب يدافع عنه صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم، أن يجمعنا معهم في الفردوس الأعلى من الجنة، وجزاكم الله خير. بارك الله فيك، شكر الله لك. وأنا حقيقة يعني إذا كنت تأذنين أن ألقبك بصديقة البرنامج، جزاك الله خير على هذه الاتصالات والتواصل الدائم مع برنامج من القلب، ونشرف حقيقة بمشاركة أمثالك وبجميع المتصلين الذين حقيقة يثرون البرنامج مثل هذا الطرح الراقي الهادف المبين الذي يعيننا على إيصال هذه الرسالة الدعوية التي حقيقة مسلم بدينه بإذن الله عز وجل. فما ذكرته أختي الفاضلة أخت راسيل بارك الله فيك أستطيع أن ألخصه وأرجو أن أكون مصيبا. أنت تقولين نريد النصرة الحقيقية، وهذا صحيح، وأيضا سأذكره بإذن الله عز وجل في المحور الأخير. ما واجبنا؟ واجبنا النصرة الحقيقية. ما هي النصرة الحقيقية؟ سنذكرها بإذن الله عز وجل في المحور الرابع، وهو يعني في نفس اتجاه كلام أو مشاركة أختنا الفاضلة راسيل. طيب معنا اتصال ونكمل جزاك الله خير. المحور الثاني أحبتي في الله في هذا اللقاء في الانتصار النبي المختار صلى الله عليه وسلم دفاع الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم. لا تظنون إخواني وأخواتي أننا أعني المسلمين إذا تخاذلنا عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيضره، بل هذا سيضرنا، وإذا انتصرنا له هذه النصرة لن تنفعه هو صلوات ربي وسلامه عليه، بل تنفعنا نحن، لأننا سنسأل
في ذلك اليوم العظيم، وقفوهم إنهم مسؤولون في ذلك اليوم العظيم. فلذلك الله تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل، قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحب لا تحزن إن الله معنا. الآية. الله أكبر. تأمل أخي الحبيب وأختي الفاضلة، إلا تنصروه أيها المسلمون فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا خائفا مطاردا مطلوبا من قبل كفار قريش كما هو معلوم، فلجأ إلى الغار. من الذي كان معه وما الذي كان معه صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الله عن الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ ما الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان معه جيوش جرارة؟ هل كان معه جنود بنود حرس قوات خاصة طائرات قاذفة؟ ما الذي كان معه؟ كان وحيدا مع صاحبه، وأنعم به وأكرم الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، فقط خائفا مختبئا متخفيا صلى الله عليه وسلم، فلا ناصر له إلا الله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أليس الله بكاف عبده سبحانه وتعالى؟ فلذلك نتذكر هذا الموقف. نكمل إن شاء الله تعالى بعد هذا الاتصال. نعم تفضل. اتصال. نعم أم رحمة، تفضل يا أم رحمة. السلام عليكم. من العراق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ. حياك الله يا أم رحمة. أحب يعني أقول بكلمات، يعني هي مسألة الانتصار للرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. هي بالاتباع، يعني أريد أخلي فرق بين الاتباع والمخالفة. جميل. هي أن ننتصر لرسول الله، أن نتبع، أن ننخذل عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن نخالف، وهذه حدثت مع الصحابة. فيعني أحب ألفت النظر إليه. انتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن نتبعه حق اتباع. مثلا عندنا المتابعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة حنين في 10 من أصحابه أدار المعركة وفر، يعني 10 من أصحابه قضوا على 12,000 من الأعداء وانتصروا وبعد هزيمة. في غزوة أحد كان المشركون يعني أضعاف المسلمين، والمسلمين كذلك كان عددهم لا بأس به، لكن المعركة كان بها نصر أولي للمسلمين وبعدين صار بها هزيمة نهاية المطاف. ليش؟ للمخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي دائما المثل أخليه بحياتي. معركة أحد دائما أخذها مثلا. هسه أني بالحياة لما أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في نعم. أنا آسف أخت أم رحمة، الوقت انتهى، وأرجو من جميع المتصلين الانتباه للوقت. تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى التعليق على ما ذكرتيه أختي الفاضلة. فأقول أحبتي في الله في هذا المحور المهم أن الله تبارك وتعالى هو الذي تولى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولفت انتباهكم إلى هذه الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. هو الذي نصره سبحانه وتعالى وعليه الصلاة والسلام، فحفظه ورد المشركين لم يعني ينالوا منه شيئا عليه الصلاة والسلام، وأوصله الله تبارك وتعالى بحفظه إلى المدينة النبوية سالما غانما محفوظا، ثم وما هي إلا سنوات قليلة ويرجع صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فاتحين مكة بلد الله الحرام. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. الله عز وجل يقول في هذه الآية: يدافع عن الذين آمنوا، أي مؤمن ولي من أولياء الله الصالحين
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا إيمان صحيح وكانوا يتقون إيمان تقوى. وأي واحد يدعي أن ولي نصدقه، لابد أن يعرض أمره على الكتاب والسنة، كما قال الشافعي رحمه الله، قال: لا تصدقه وإن مشى على الماء أو طار في الهواء حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. طيب، فهذا الولي من أولياء الله الصالح التقي العابد الزاهد العالم، الله عز وجل يدافع عنه وينصره. هذا إذا كان مع أفراد الناس، فكيف بسيد الناس صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك أن النصرة والدفاع يكون عنه أعظم. يقول الله تبارك وتعالى كذلك في بيان دفاعه سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام، قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. جاء في سبب نزول هذه الآية كما ذكر ابن كثير وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى المدينة في بداية الأمر يعني كان مستهدفا عليه الصلاة والسلام، يعني وكانت القضية إلى الآن غير منضبطة، وكان مطاردا وكان يعني مستهدفا، ولذلك هناك محاولات لاغتياله عليه الصلاة والسلام من قبل المشركين ومن قبل اليهود. فتقلب يوما أو ليلة من الليالي فسألته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يعني ما لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ليت رجل من أصحابي يحرسني هذه الليلة. فما أتم عليه الصلاة والسلام كلامه حتى سمع صوتا خارج حجرته، فنظر فإذا هو سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما جاء بك يا سعد؟ قال: جئت يا رسول الله لأحرسك الليلة. فنام عليه الصلاة والسلام قرير العين. وهكذا أخذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعني يتناوبون على حراسته والدفاع عنه عليه الصلاة والسلام، وسيرتهم في ذلك ظاهرة لكل أحد، حتى أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فأطل صلى الله عليه وسلم على الصحابة الذين كانوا يتناوبون على حراسته وقال: أيها الناس انصرفوا إلى بيوتكم فإن الله قد عصمني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فإن الله يعصمك. قال والله يعصمك من الناس، يحفظك يرعاك سبحانه وتعالى. كذلك في قول الله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. أمره الله تبارك وتعالى بمكة عندما كانت وطأة الكفار عليه شديدة قوية، كانوا يهددونه، كانوا يتوعدونه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أساليب ترغيب ترهيب تهديد وعيد من قبل المشركين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصدع بالحق ويبلغ دعوة ربه تبارك وتعالى. فطمأنه الله تبارك وتعالى، قال: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، لا تلتفت لهم ولا لكلامهم ولا لتهديدهم ولا لإعراضهم، إنا كفيناك المستهزئين. هذه صورة أيضا وآية تدل على أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كان أحد المشركين في مكة وهو العاص ابن وائل، أحد صناديد قريش وكفارهم، هذا الرعديد المجرم. قال لقومه لقريش، قال: يعني لا تتعبون أنفسكم في صد دعوة محمد صلى الله عليه وسلم،
فإنه رجل أبتر. يعني أراد هذا الخبيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أبتر، يعني لا عقب له، ما عنده عيال، ما عنده أولاد. قال فدعوه فإنه رجل أبتر، فإذا توفي إذا مات ستنقطع دعوته لأنه رجل أبتر لا ولد له ليحمل هذه الدعوة. طيب قبل أن نكمل معنا اتصال، تفضل. اتصال. ألو. نعم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. تفضلي. أحبك في الله يا شيخ. تفضلي يا أخي تفضلي. أنا أريد أن أسأل ليش الأمة الإسلامية يا أختي أقصر على التلفاز، بارك الله فيك، أقصر على التلفاز واسمعيني من الهاتف لو سمحتي. تفضلي. أنا أريد أن أسأل ليش الأمة الإسلامية ما تكون إيد واحدة؟ ليش باش نشوف في الغرب مش زينا في الإسلام، مش زي ليش الغرب دائما إيد واحدة والمسلمين مش إيد واحدة؟ أنا أحب أعرف إيش السبب. جميل. إحنا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. نعم واضح السؤال. في سؤال آخر؟ لا. الله يبارك فيك. تسمعين الجواب؟ أسأل الله. أسأل. نعم انقطعت. وأنا فقط حقيقة يعني أشكر أختنا، أظن إذا كان الاسم صحيح، أوس، المتصلة من تونس، على هذه المشاعر الجميلة وهذا الانتماء لأمة الإسلام والشعور بمشاعرها. ولا شك أن هذه علامة خير، ولكن الحقيقة فقط أنبه على كلمة يعني ما يحسن أن تقولها المرأة للرجل أو الرجل للمرأة، وإن كان هذا الرجل يعني ترى أنه شيخا والله المستعان أو داعية، أن تقول له إني أحبك في الله، أو أن يقول لها إني أحبك في الله. يعني قد يقول قال يعني هذا يا أخي حب بريء وحب في الله، ويا أخي لي الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح. فما يصلح أن تقول المرأة. وأنا أعتذر حقيقة يعني لأختي الفاضلة أخت أوس من تونس، ويعني أدعو نفسي وإياها أن يعني أن ننتقي ألفاظنا وأن نبتعد وأن نسد هذه الأبواب. فما يصلح أن تقولي لرجل غريب إني أحبك في الله، مهما كان هذا شيخ أو داعية أو يقول كلام يعني أنت توافقينه، لكن كل هذا لا يجعل المرأة أن تقول إني أحبك في الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولك وأن يوفقنا لكل خير. طيب نرجع للمحور الثاني كما قلنا أحبتي في الله، وهو دفاع الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند سورة الكوثر، قوله تبارك وتعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. قلنا بأن العاص بن وائل هذا يعني أحد كفار قريش قال لقومه لا تتعبوا أنفسكم في صد دعوة محمد ونقول صلى الله عليه وسلم، لأنه رجل أبتر أي لا عقب له، إذا مات انقطعت دعوته. هذا الذي قاله. أنزل الله سورة كاملة من فوق 7 سماوات دفاعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح أنه كان عليه الصلاة والسلام نائما، كان صلى الله عليه وسلم نائما ثم أفاق وهو يتبسم منشرحة أساريره بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم قال قد أنزلت علي سورة آنفا، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. إن الضمير يعود إلى ذات الله سبحانه وبحمده، فهو أهل الثناء والمجد جل في علاه. قال إنا أعطيناك الكوثر. كوثر نهر عظيم في جنات النعيم، حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، وجاء وصفه يعني كما جاء في السنة. وأيضا من أوصافه أنه له ميزابان يصبان من نهر الكوثر في جنات النعيم إلى حوضه في عرصات يوم القيامة صلى الله عليه وسلم.
من شرب من حوضه شربة لا يظمأ بعدها أبدا صلى الله عليه وسلم. فقال إن أعطيناك الكوثر، ليس الأمر كما قال ذلك الرعديد الكافر الزنديق أنك أبتر وإنك كذا وكذا أو ناقص أو فيك أو حاشاه صلى الله عليه وسلم. فمقامك عندنا عظيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر لربك. ثم قال إن شانئك، شانئك يعني مبغضك، إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الأبتر، مبتور من البركة، مقطوع البركة والنفع في الدنيا والآخرة. إذن هذا دفاع من الله تبارك وتعالى من رب الأرض والسماء عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنا اتصال. أبو معاذ من الأردن، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا، أنا أسرع من أجل الوقت حفظك الله. تفضل. أقول يعني هذا بالنسبة لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا يا أمة الإسلام هذا الموقف العجيب من تضحيات حبيب رضي الله عنه حينما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل حبيب بن زيد الأنصاري في السنة 9 للهجرة، أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة وبعث معه رسالة، ففتح مسيلمة الكذاب الكتاب وغضب حينما قرأ الكتاب الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حبيب بن زيد، فقال مسيلمة الكذاب لحبيب أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله، فازداد مسيلمة غضبا وقال وتشهد أني رسول الله؟ قال حبيب رضي الله في سخرية لاذعة إن في أذني صمما عن سماع ما تقول، فتغير وجه مسيلمة من شدة الغضب وقال لجلاده اقطع قطعة من جسده، فهو الجلاد على حبيب بسيفه وبتر قطعة من جسده فتدحرجت على الأرض. ثم أعاد مسيلمة الكذاب على حبيب السؤال نفسه أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال وتشهد أني رسول الله؟ قال قلت لك إن في أذني صمما عن سماع ما تقول، فأمر أن تقطع من جسده قطعة أخرى فقطعت وتدحرجت على الأرض، ومضى مسيلمة الكذاب يسأل والجلاد يقطع، وحبيب رضي الله عنه ثابت بإذن الله يقول أشهد أن محمد رسول الله حتى صار نحو من نصف. نعم، بارك الله فيك أخي أبو معاذ على هذه المداخلة، وهذه حقيقة يعني صورة من الصور المشرقة في تضحيات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفي ثباتهم وفي دفاعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أسف حقيقة على هذا الانقطاع، فأرجو أن ننتبه للوقت على الشاشة حتى يعني نلتزم بنظام وإدارة هذا البرنامج. يعني أيضا حتى نعلق على بعض الاتصالات. اتصال أختنا أم رحمة من العراق، يعني ربما كان في كلامها شيء من يعني عدم الوضوح، لكن الأمر الواضح في كلامها أنها تقول النصرة، كما يعني ربما هذه نقطة تصب في نفس المبحث الذي ذكرته أختنا راسيل وفقها الله، حقيقية في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحذر من المخالفة. فهذا كلام جميل من أختنا أم رحمة، لكن يعني ربما الذي كان في عدم وضوح عندما قالت أو ضربت مثالا للمخالفة من قبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فعلى كل حال نحن نحسن الظن بأختنا أم رحمة أنها ربما أرادت بعض المواقف التي وقعت من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لا شك أن هذا الأمر يعني مواقف بشرهم يقع منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا كما قيل مغمور في بحار حسناتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا وقع من أفراد الصحابة، وقع من يعني في ظاهر الأمر من بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كما في صلح الحديبية عندما كتب الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام مع سهيل بن عمرو وطلب منه أن يمحو كلمة رسول الله، فأبى علي رضي الله عنه وأرضاه لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه القلوب السليمة دائما يعني توجه الأخطاء الواردة عن الصحابة وعن آل البيت التوجيه الحسن وتحمله أحسن المحامل. أما القلوب المريضة، القلوب التي في قلب في نفسها غل وحقد وضغينة، هذا لا حيلة فيه، هذا يعني يحتاج إلى عملية جراحية كبيرة
يعني يطول الأمد حتى يسلم قلبه من هذه الحقيقة الشبهات الكثيرة. على كل حال، أيضا ما قلتيه بأن يعني قلت في حنين انتصر الصحابة على 12,000، صحيح، هوازن كانوا 12,000، أنهم انتصروا بأعداد يسيرة، هذا كلام ليس صحيحا. هم ثبتوا، نعم ثبتوا، وجاء أعداد، والأعداد كلما تتوالى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال الفكرة وصلت أنك أردت، بارك الله فيك، وهذا كلام صحيح، أن النصرة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم يكون باتباعه، وهذا كلام صحيح. كذلك الأخت أوس يعني تسأل عن قضية الطريق إلى الوحدة، وحدة الأمة. لا شك أن هذا كلام طويل، وربما إن شاء الله تبارك وتعالى يتيسر اللقاء في برنامجكم من القلب أن نفرد له حلقة مستقلة في بيان أسباب التي بإذن الله عز وجل تحقق الوحدة لهذه الأمة. أخونا كذلك جزاه الله خير الشيخ أبو معاذ من الأردن قد أدلى بدلوه وبين كما قلنا يعني صورة من صور الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بيان يعني محبتهم ودفاعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنا أو صلى الله عليه وسلم. معنا أحبتي في الله يعني فاصل الآن، ثم بعده إن شاء الله تعالى نواصل بعده لنذكر المحورين المتبقيين في هذا اللقاء في نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتابعونا. من الوحيد صف مرحبا بكم أحبتي في الله، عدنا وإياكم مرة أخرى ومع برنامجكم من القلب، ولا يزال الكلام متواصلا في موضوع هذا اللقاء عن الانتصار للنبي المختار صلى الله عليه وآله الأطهار وأصحابه الأبرار الأخيار وسلم تسليما كثيرا. وقبل حقيقة أن نتكلم عن المحورين المتبقيين في هذه الحلقة، يعني ما يرى الإنسان من هذه المشاهد حقيقة المؤلمة مما يتعرض له إخواننا الأبرياء الأبطال في أرض الشام الحبيبة، في أرض الجهاد والبطولة، في أرض الفتوحات، في أرض التاريخ العريق، في قلعة الإسلام. يتذكر الإنسان تلك المعارك الخالدة التي كان بفضل الله عز وجل ثم بفضل أهل الشام والشام صمدت هذه الأمة العظيمة، وستصمد بإذن الله عز وجل. وهذه كما يقال سحابة صيف، لا بد من التمحيص والابتلاء ليتخذ الله منكم شهداء سبحانه وتعالى. ولكن حقيقة لا شك أن مثل هذه الأمور المؤلمة المبكية يكون يعني الإنسان كما أقول مرارا حقيقة، يعني البشر تعودوا أن يروا مثلا مؤتمر على الهواء مباشرة، يروا مباراة على الهواء مباشرة، يروا برنامج على الهواء لكن يروا قتل على الهواء مباشرة. هذه يعني كما يقال ثالثة الأثافي، وهذا هو آخر الزمان الله المستعان، أن يرى الإنسان القتل على الهواء مباشرة. فهذه أمور لا شك أنها يعني مؤلمة، ولكن الفرج قريب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج همهم وأن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على عدوهم وأن يصون أعراضهم وأن يحقن دماءهم وأن يفك أسرهم وأن يشفي مرضاهم وأن يداوي جرحاهم وأن يتقبل موتاهم في الشهداء وأن يسدد رميهم وأن يجمع كلمتهم وأن يوحد صفهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يهلك طاغيتهم وأعوانه وأنصاره ومؤيديه في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا اتصال. أم رحمة انقطع الاتصال، لكن فقط أنا حقيقة لا تفهم مني أختي أم رحمة، وأرجو أن تستمع لكلامي الآن أنني أهاجمها أبدا أبدا، فقط حتى أوضح، لأن كلامها كان في شيء من الغبش، في جانب كان واضح وأنا قلت أؤيدك على ما ذكرتي بارك الله فيك، والجانب الآخر الذي فيه شيء من عدم الوضوح ربما أنت ما قصدت إلا الخير، ولكن قد يفهم، لأن أنا أمثل يعني المشاهد، قد يفهم من كلامك أنه يعني في شيء من انتقاص للصحابة أو كذا، ولكن لا شك أنك يعني بإذن الله عز وجل كما فهمت من الإخوة أنك من يعني أصدقاء القناة والاتصال الدائم، وأنك إن شاء الله تبارك وتعالى على خير عظيم وتأييد دائما لما يطرح في هذه القناة المباركة. فأنا أعتذر إذا كنت قد فهمت من كلامي شيء من المهاجمة، لا أنا ما قصدت هذا الأمر. نعم، نرجع مرة أخرى أحبتي في الله إلى المحور الثالث. قلنا المحور الأول في الانتصار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيان فضائله، الثاني دفاع الله تبارك وتعالى عنه، الثالث
نحن معنا الآن المحور الثالث، وهو حكم من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو انتقص من قدره. هذه قضية يعني لنكن واضحين، العلماء قد بينوها بيانا واضحا لا لبس فيه، حتى ما يخرج الآن شخص يقول والله مسألة خلافية وفي خلاف بين أهل العلم. أي خلاف؟ منقول فيها إجماعات وليس إجماعات، وسأذكر طرفا من ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله، قال أجمع عوام أهل العلم، عوام يعني عامة أهل العلم، أجمع عوام أهل العلم على أن حد، يعني عقوبة، على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. إذن أجمعوا على قتله. وقال القاضي عياض رحمه الله أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن سحنون أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم والمتنقص له كافر. إذن هذا فقط يعني نزر يسير وفيض من غيظ على عجالة. ذكرت هذه الإجماعات الثلاثة. إذن إجماع أهل العلم، لاحظ، أجمع أهل العلم، يعني مثلا ما فيها خلاف، أجمع أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو انتقص من قدره ما حكمه؟ كفر، خرج من الملة، خرج من ملة الإسلام. ولو توفي على هذه الملة، على هذا الأمر الخبيث، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهو خالد مخلد في نار الجحيم، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الأمر الثاني المجمع عليه أن العلماء أجمعوا على أن حد من سب النبي، يعني عقوبة من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم القتل. إذن حكمه الكفر، هذا مجمع عليه، وحده القتل، هذا مجمع عليه. هل هناك أمر مختلف فيه في هذه المسألة؟ نعم، الأمر المختلف فيه بين أهل العلم، اختلفوا في قبول توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم، في قبول توبته مختلفون. منهم من قال تقبل توبته، وهذا الذي رجحه جمع من أهل التحقيق، الشيخ بن عثيمين رحمه الله وغيره، قالوا تقبل. هذه هو ظاهر النصوص، أن الإنسان مهما عمل وتاب تقبل توبته. وذهب آخرون من العلماء أنه لا تقبل توبته، ولكن حتى القائلين بقبول توبته هذا لا يسقط عنه حد الردة أو حد القتل، يعني لا يعني أنه تقبل توبته أنه لا يقتل. إذن أعيد حتى تتضح المسألة، والمسألة واضحة جلية كوضوح الشمس في رابعة النهار، وكوضوح القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، واضحة. أجمع العلماء على أنه كافر، من سب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، وأن حده القتل، هذا أمر مجمع عليه. وإنما الخلاف في إيش؟ قلنا في قبول توبته، قولان لأهل العلم، وحتى القائلين بقبول توبته قالوا هذا لا يسقط عنه الحد، حد القتل. إذن هذه مسألة لابد أن تكون واضحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو كما هو معروف له كتاب مشهور في هذا الباب اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر يعني أقوالا وتفاصيل ويعني مسائل كثيرة في هذا الكتاب العظيم. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول في الصفحة 4، قال: وتحرير القول فيه أن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف. لاحظت؟ إذن الحكم على كفره وقتله بغير خلاف. قال: وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. إذن هذه أو هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من هو رحمه الله وغفر الله له وعلى درجته في المهديين وجمعنا به في جنات النعيم، يقول في هذه الجملة البسيطة يبين تحرير المسألة
تحريرا واضحا. لكن طبعا عندما يقول الإنسان إن حده القتل وأنه يعني يقتل، يخطئ بعض الناس عندما يعني يريد، يعني نسمع حقيقة في أو نقرأ في التويتر وغير التويتر من وسائل الإعلام المختلفة من يطالب أو من يعني يهدد بقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا لا شك أنه خطأ، وهذا فوضى، وهذا لا يجوز، هذا محرم، وهذا يعد افتئات على ولي الأمر، يعني تعدي على صلاحية ولي الأمر. ومن فعل ذلك كان على ولي الأمر أو كان لولي الأمر أن يعزره، أن يعاقبه. هذا افتئات، هذا فوضى، هذه بتصير يعني كما قيل حارت كل من إيده إلو. كل واحد يرى أن فلان وقع في معصية توجب حدا كالزنا كالسرقة كشرب الخمر كالقذف في الحدود المعروفة، يذهب ويقيم عليه الحد، وتكون الدنيا فوضى. وهذا لا شك أنه مخالف للإسلام، بل الإسلام ضوابط وقبل ذلك نصوص وقواعد. فهذه الأمور إقامة الحدود من صلاحيات ولي أمر المسلمين وليس لكل أحد. نأتي حقيقة إلى المحور الأخير في هذا اللقاء. كم بقي معنا من الوقت؟ كويس. نأتي المحور الأخير من هذا اللقاء، كما قلنا 4 محاور في لقاء نذكر بها في الانتصار للنبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا المحور الأول في بيان فضائله عليه الصلاة والسلام، المحور الثاني في بيان صور تبين دفاع الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، والمحور الثالث قبل ذلك قبل قليل ذكرناه في حكم من سبه أو انتقص من قدره صلوات ربي وسلامه عليه. المحور الرابع والأخير في هذا اللقاء، ما هو واجبنا؟ كثير من الناس الآن يسأل يا أخي طيب شو يسوي؟ ما هو الموقف الشرعي الذي يتعين علي أن أقوم به؟ لأن الناس كعادتهم في غالب أمورهم، إن لم نقل في جميع المسائل التي يختلفون فيها، يكونون على طرفين ووسط، طرف أفرط وطرف مفرط، إما إلى إفراط أو تفريط، إما إلى غلو أو إلى جفاء، إما إلى تشدد أو إلى تساهل. هذا سبحان الله عادة الناس. والموفق، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين في الدنيا والآخرة، من يكون وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وما هي الوسطية؟ الوسطية اتباع السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهناك من الناس من غلا في هذه القضية، تسمع الآن وتقرأ في التويتر: سأقتله، سأنتقم منه، سأعذبه، سأشنقه. هذه كلمات لا شك أنها غير مسؤولة شرعا. لا يجوز أن تقول مثل هذا، حرام أن تقول مثل هذا الكلام، إن كما قرر أهل العلم هذا أمر مقرر، يعني أمر لا يخفى على من كان عنده يعني علم أن الأحكام أو العفو الحدود الشرعية لا يقيمها إلا ولي الأمر أو من يوكله ولي الأمر، من ينوب عن ولي الأمر، وليس لأفراد الناس وأحادهم. إذن هذا تشدد، هذا التهديد والوعيد بالقتل والتعذيب والنكال وإلى آخره، لأنه لم تنضبط هذه العواطف بضوابط الكتاب والسنة. لا بد أن تنضبط بضوابط الكتاب والسنة. وهذا الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم بمكة عندما كان المشركون يسومون الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم سوء العذاب، ولا ناصر لهم إلا الله تبارك وتعالى، حتى يعني كما نقول باللغة الدارجة انفجر أحد الناس، أحد الصحابة، وقال: ألا ترى استنصر لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام وهو بين لهم، قال: إنه كان في من كان قبلكم الرجل يؤتى به يشق من مفرق رأسه إلى قدمي نصفين، ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما بين لحمه وعظمه، لا يردوه ذلك عن ديني ولكنكم قوم تستعجلون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه لا بد أن تضبط هذه العواطف، وهذا من الابتلاء والاختبار، لا بد أن تضبط
وأن لا نندفع فنخرج من دائرة المخالفة فنقع في دائرة المخالفة. الطرف الآخر المتساهل المفرط، يمكن إلى الآن بعض الناس هنا في الكويت وللأسف وإن كان قليل لكن موجود إلى الآن ما يدري السالفة، وربما لم يسمع بأن هناك من الناس من تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو سمع يعني لا تتحرك فيه شعره، ما فقط يكمل ما هو فيه متابعات مباريات أو كذا، يعني لا يأبه. وهذا حقيقة تبلد الإحساس وتبلد المشاعر، وهذا لابد أن يراجع إيمانه وأن يحاسب نفسه. إذا لم تنتصر ولم تنتفض ولم تتألم لحبيبك ورسولك صلى الله عليه وسلم، فتتألم لمن؟ تتألم لفريقك إذا خسر، تتضايق للاعبك المشهور إذا أصيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حال بعضنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود أنه الناس كعادتهم في غالب الأمور التي يعني يقع الخلاف فيها طرفان متناقضان ووسط. لذلك ما هو واجبنا؟ ما هو واجبنا؟ واجبنا أولا المطالبة بمعاقبة كل مسيء، وهذا الذي أشار إليه أول المتصلين أخونا عبد الرحمن العميري، بالمطالبة بوضع قانون، والقانون موجود في الشريعة، قلنا بالإجماع حده القتل. طبقوا شرع الله عز وجل، طبقوا شرع الله وفقكم الله، وسترون الخير والبركة وستستقيم الأمور لوحدها إذا ما نصرنا شرع الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن أولى واجباتنا في هذا الأمر الجلل أن نطالب. كيف نطالب؟ نطالب بالأمور الشرعية، بالأمور القانونية، بالقنوات الرسمية، لا للمظاهرات، لا للاعتصامات، لا للإضرابات، لا للتخريبات، لا للتهديدات، لا. هذه الأمور تفسد أكثر مما تصلح. وإذا حصل المسلمون مصالح من ورائها فإنها مصالح وقتية لحظية، والواقع خير شاهد على ذلك. ونحن بحمد الله عز وجل في دولة يعني نغبط من البعض ونحسد من البعض الآخر على ما نحن فيه من أمن وأمان وتفاهم وتآلف وتعايش وسياسة أبواب مفتوحة. فلماذا هذه الاعتصامات والإضرابات والمظاهرات والمسيرات التي تدخل البلد في نفق مظلم تلو نفق مظلم تلو أزمات متتالية واحتقان سياسي واجتماعي واقتصادي وعلى جميع الأصعدة؟ لماذا كل هذا؟ لماذا كل هذا؟ لذلك أولى واجباتنا أو أول واجباتنا نطالب بإنزال العقوبة الشرعية على هذا وأمثاله. كيف تكون المطالبة؟ بالقنوات الشرعية والقنوات القانونية والقنوات الرسمية، دون تشغيب ودون صراخ ودون تهديد، وكل من مكانه. من يسر الله له يعني منبرا إعلاميا وجب عليه أن يبين، منبرا دعويا، منبر في خطيب جمعة، إمام مسجد، صحفي، كاتب، فكل من موقعه يبين ويطالب. كذلك واجبنا ثانيا الحرص على عدم الاضطراب والفوضى، فإن من أهداف أعدائنا، هذا جزء من أهدافهم، أنهم ينالون من نبينا صلى الله عليه وسلم، وحاشاهم يبقى هو سماء ويبقون هم أكرمكم الله كلاب، وما ضر السماء نبح الكلاب، والله عاصمه والله حافظه كما مر معنا. وجميع المسلمين يصيحون نحورنا وأعراضنا وأنفسنا دون نحرك وعرضك ونفسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا حتى الإنسان المقصر، حتى ربما الذي يقع في الموبقات، لو شتم أمامه النبي صلى الله عليه وسلم لانتفض. فهذا أمر يعني مغروس في النفوس بفضل الله عز وجل. فنقول واجبنا أن نحرص على عدم الفوضى، لا يكون هناك فوضى أو افتئات كما قلنا قبل قليل، كل واحد يطبق الحد بدينه، ما يجوز. فنحرص على عدم الانفلات، لأن جزء من أهداف أعدائنا وقوع الفوضى، أن هناك من الناس كالحشرات لا ينبتون إلا في المستنقعات. الحشرات الآن أكرمكم الله، لو أتيت أنت ببيئة نظيفة هل تنبت فيها حشرة ضارة؟ ما تنبت. لو أتيت بمطهر ما تنبت، تموت. لكن اجعل هذا المكان عفن تظهر فيه الحشرات وتنشط فيه الحشرات وتتكاثر. فكذلك هؤلاء كالحشرات المؤذية، تريد الفوضى كما تريد الحشرات العفن، لأن من الفوضى تتكاثر وتفت عضد هذا المجتمع. فلذلك أن نحرص أيها الإخوة والأخوات أن تكون تصريحاتنا وكلماتنا مسؤولة، مو عاطفة بس تتكلم وهيج الناس ويلا نخرج مظاهرة. لا يا أخي، الأمور ليست بهذه الطريقة، ليست بهذه الطريقة. الدماء ما هي فوضى، ونحن في دولة وليس في غابة. فلذلك نعم للمطالبة، نعم لإيصال الصوت عبر القنوات الشرعية والقانونية والرسمية، والمحافظة على هذه الدوائر التي حتى لا تتداخل السلطات ويكون افتئات على حقوق الآخرين فتقع الفوضى، فينشط أعداء الدين وأعداء هذه البلاد الآمنة ويحققون مآربهم الخبيثة. كذلك من واجبنا في هذه المحنة وفي هذا الأمر الجلل، وهذا ما أشارت إليه أختنا الفاضلة أم رحمة بارك الله فيها، وأختنا كذلك راسيل بارك الله فيها، النصرة الحقيقية. أعجب حقيقة عندما أرى بعض الناس ينفعل ويعني تجد أن الدماء تغلي في عروقه ويصرح بالتصريحات اللا مسؤولة حقيقة، سنقتل، سندمر، سنفعل كذب هذا الزنديق وغير من التصريحات، وربما يبادر ويخرج في مظاهرات ومسيرات، ثم إذا نظرت إلى حاله وإلى واقعه ستجده ربما من أبعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مفارقة يا أخي. النصرة ترى مو كلام فقط، والنصرة ليس دفاع، لا، النصرة تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، هنا ستنصره كما قال الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا، صلى الله عليه وسلم. هذه النصرة، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، قاله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا من تريد نصرته عليك أن تبادر إلى التأسي به، أن تتأسى به قولا وعملا وسنة ظاهرا وباطنا، عملا ودعوة وعبادة، صلى الله عليه وسلم. كذلك نشر سنته، أن تحرص على نشر سنته وأن تبينها وأن تبين فضائله صلى الله عليه وسلم. هذه النصرة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدفاع الحقيقي، وهذا هو التأسي الحقيقي، وهذا هو الاتباع الحقيقي له صلوات ربي وسلامه عليه. ليس فقط مجرد كلام يطلق في الهواء هكذا أجوف، وعواطف يعني سرعان ما تخفت، ويعود الإنسان إلى ما كان من المخالفة والوقوع في الموبقات والمحرمات. أين أنت من كلامك قبل أيام؟ فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحباب الكرام، لننصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأقوالنا وأفعالنا وتأسينا به صلى الله عليه وسلم. الوقت قد انتهى، وأرجو من الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا في يعني الإدلاء وفي بيان وفي المساهمة
ولو بشيء يسير، وهذا هو جهد المقل. ونستغفر الله من تقصيرنا في جنبه سبحانه وتعالى وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو جهد المقل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى سرمدية أبدية مع أهلينا وأزواجنا ووالدينا وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نلتقي أحبتي في الله في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، ومع موضوع جديد مع برنامجكم من القلب. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القلب نحييكم ودفء القلب نعطيكم، نوحد صف أمتنا، حمى الله مساعيكم بهدي كتابنا الشافي ونبع نبينا الصافي وحب قلوبنا الحاني، ضياء العين نهديكم، نسوق الحق برهانا